الألمانية للتكوين في مجال البناء. باش نعطيكم كل التفاصيل. حاضر معنا سي شكري الجلاتي اللي هو شيف دو بيرو تونيزي دو BBW مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية. صباح الخير ونهارك زين. مرحبا سي شكري. صباح الخير. شكرا على الاستضافة وتحية حارة إلى كافة مستمعي البرنامج. الاسم هو شكري جلالي. جلالي جست خليك قريب من الميكرو سي شكري باش نسمعوك بالكدا. هذا أول حاجة نعرفوا بالمبادرة هذه التونسية الألمانية وشنو التوابع نتاعها، شنو أهدافها، أعطينا فكرة. المبادرة هذه هي مشروع تعاون دولي بين تونس وألمانيا. الأطراف المشاركة فيه هما وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية بألمانيا. هذوما صارت اتفاقية ما بيناتهم لإنجاز المشروع. فما اتفاقية ثانية ما بين الأطراف التوانسة المشاركين في المشروع، اتفاقية شراكة إطارية ما بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجامعة المهنية المسؤولة عن القطاع اللي هي الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية. très bien. كي تقولي أنت مبادرة وتكوين وإحنا حكينا برشا على الهجرة ونعرفوا قديش توانسة يطمحوا للهجرة وهي باب من أبواب التشغيل في نهاية الأمر، ولكن تكون سيبلي، تكون مأطرة، تكون واضحة، تكون مقنة، تكون بعقود وبطريقة واضحة. المبادرة هذه تتنزل في هذا الإطار؟ لا مش بطريقة مباشرة. فما برامج أخرى تعتني بالهجرة النظامية. مثلا في القطاع الصحي فما حاجيات كبيرة في ألمانيا في القطاع هذا. فما مشاريع تهتم بالتنظيم عمليات الهجرة النظامية. احنا الهدف عندنا زوز أهداف أساسيين اللي هما أولا فما فئة الشباب اللي عاطلين على العمل واللي قطع في سن مبكر على الدراسة. داكور. خاصة اللي ما كملوش تعليمهم الأساسي. هذوما نحبوا نفتحوا لهم آفاق جديدة على طريق التكوين المهني. ومن ناحية أخرى قطاع البناء يعاني من نقص في اليد العاملة المتكونة. فهدف من المشروع نقص هو كبير عنا وأنه نوفروا يد عاملة متكونة لقطاع البناء. هذوما الأهداف الرئيسيين للمشروع. بالطبيعة احنا الشباب كي يسمع كلمة ألمانيا مشاركة في المشروع يخمم كيف هي بطريقة مباشرة فورا يقول لك نحب نمشي لألمانيا. اما هذه توفر له حظوظ. علاش لا؟ الحظوظ كيفاش الحظوظ؟ أولا التكوين يتعلموا صنعة، وثانيا الشهادة اللي يتحصلوا عليها هذيك مصحين فيها ثلاثة أطراف اللي هم الوكالة التونسية للتشغيل عفوا الوكالة التونسية للتكوين المهني والجامعة الوطنية وإحنا كمؤسسة تكوين ألمانية. يعني لما يكون عنده شهادة أحسن منه اللي عنده لا تكوين ولا شيء بالضبط. أما نعاود مرة أخرى راهو هدف المشروع هو التكوين للسوق المحلي للشغل. واللي احنا نعرفوا أنه ناقصين برشا كما كنت تقول سيادتك توا يد عاملة في المجال هذايا. دونك العمل على التكوين حاجة مهمة والتأهيل زاد كيف باش نحكيو عليه بعد شوية. شنو أبرز التحديات اللي لقيتوها في تنفيذ المشروع سي شكري؟ واجهنا صعوبات في بداية المشروع قبل ما يبدأ المشروع بسبب جائحة الكورونا. تسببتنا في الكثير من التعطيلات. بعد ما بدينا المشروع لقينا صعوبات في اقتناء المعدات لمراكز التكوين. احنا خصصنا يعني جانب كبير من المالي إلى اقتناء المعدات تكميلية لمراكز التكوين لأن عندهم هم معدات أما فما معدات يستحقوها تتماشى مع البرنامج اللي حضرناه للتأهيل الجزئي هذا. تقريبا 1,200,000 دينار معدات ل6 مراكز. ميزانية هامة. إذا لقينا بعض الصعوبات في اقتناء المعدات اللازمة. وفي آخر الدورات من أول دورة تكوينية وفات استنتجنا وأنه الشباب يحبذ العمل في القطاع غير المنظم. احنا الهدف كان وأنه نلقاو لهم عقود شغل يربحوا أكثر في القطاع غير المنظم. يمكن المشغل زايدة نوع من الحرية. نوع من الحرية. غير مخدم ما ظهرلوش ما خدمش معناه. ربما في الصيف يلقاو أكثر فرص إلى آخره. لازم يفكروا وأنه في المستقبل يعني مش على المدى القصير أكيد وأنهم يربحوا أكثر، أما على المدى الطويل كي يكون عندهم
مشاركين في النظام الروتريت بالطبيعه الضمان الاجتماعي التقاعد نهار اخر كل شيء معناها كل التفاصيل هذه اللي في سن صغيره صحيح ما يخموش فيها. الشيء الاكيد وانه نستحقوا الحمله التحسيسيه للشباب. أيوة. باش يتوجهوا نحو العمل في المؤسسات الاقتصاديه او ينجزوا مشاريعهم الخاصه. أي. ربما نرجع بالتالي شويه الاهداف اعطيتكم الاهداف الاستراتيجيه، اما الاهداف العمليه احنا قلت لك نتعاملوا مع 6 مراكز تكوين اللي هما في بن عروس، سليمان، نفيذة، جابس والمحرس وسيدي بوزيد، يعني تقريبا في جميع الجهات. والاختصاصات اللي اخترناهم بالاتفاق مع المراكز هذه هما 5 اختصاصات في القطاع اللي هما البناء، تركيب التكسية، التجهيز الحراري والصحي، تركيب التكسية اللينة الأرضيات والجدران، والاختصاص الخامس النجارة. اللي هما هذوما مهن راهو مصلي على النبي تنجم تدار أموالا كثيرة أكثر من برشا أعمال أخرى، فقط لازم يكون أنا مع التكوين معناها مع التكوين والتجربة كي يكون واحد مكون وماخذ اللي لازمه نظريا بعد ما ينجم إلا ينجح في مهنة كما هذه وتولي مهنته المستقبلية سهل، وأنه واحد كي يتخرج وياخذ شهادة كما هكايا وأنه يعمل مشروعه الخاص. هو احنا النجاح اللي لقيناه في المشروع يمكن جزء كبير منه يرجع وانه اخترنا منهجيه التاهيل الجزئي. ايوه. اللي يدوم 6 شهور فقط وموجه لاحتياجات المؤسسات الاقتصاديه وفيه جانب كبير تطبيقي. عندنا زاد ستاج في المؤسسات تربص. اي. يدوم 6 أسابيع من ضمن ال6 أشهر هذاك. فالتوجيه للتطبيقي هذا مهم للبراتيك، مهم يعطيهم فرصة وأنهم يتمكنوا بسرعة من العمل. واحنا كما قلت لك نحاولوا نساندوهم طوال فترة التكوين وحتى من بعد باش يلقاو فرص شغل. فما في بعض المناطق حتى الغرف الجهوية للجامعة يجيبوا عقود شغل للشباب ويعملوا هكا يعني سيريموني الى اخره. تري بيان. سينو بصفة عامة بحكم خبرتك انهم الاكثر اختصاصات ربما اللي يقبلوا عليهم الشباب؟ والله هذه يعني امور اوبجكتيف نقول موضوعيه. نشوفوا الطلب مثلا. الطلب احنا اكثر حالات صاروا حسب ما نتذكر التجهيز الحراري والصحي مثلا والتركيب التاكسي. هذوما الاثنين عليهم اقبال. وصلنا وانه على 15 موقع تكوين يجيو 90 ترشح. واو. معناها فما اقبال كبير من الشباب على الاختصاصات هذوم. ولا الاقبال يختلف من جهه الى اخرى حسب الاختصاصات. سي فغي. سينو سوق الشغل طالبه هالمهن هذه بكثره، متوفر العمل في هالاختصاصات؟ العمل متوفر. احنا كما قلت لك عندنا شركات طالبه لليد العامله وعطاو عروض شغل ولكن فما عزوف من الشباب اللي كما قلت يحبذ يشتغل في القطاع غير منظم. يعطيك صحة سي شكري قليلي. دونك الناس كي سون انتريسي ربما شباب توا يسمعوا فينا وهكا ان شاء الله نكونوا وصلنا لهم رسالة واقنعناهم بحاجة، لانه اخي بحاجة في الحياة وانه واحد يقعد ما يعمل في حتى شيء ديجا معناها في اي عمر في اي عمر كان. فكو دير وحكينا برشا احنا على اللي خرجوا من القراية وهما في الطبيعة ما يعملوا في حتى شيء وما نعرفوا عليهم حتى شيء. فرصة اليوم من خلال مؤسسة كما هذه وانك تكون موجود تتكون وألا تعمل حتى تأهيل جزئي، والعمل موجود والمهنة موجودة والخدمة راهو مهما كانت كل الأعمال هي أعمال نبيلة مدامك تاكل خبزتك بحلالك، مدام ما تنجم تكون كان حاجة باهية لمستقبلك ولحياتك أحسن برشا من أنه نقعدوا في القهاوي وفي الشوارع وندور ونمشي وما نعملوا في حتى شيء ولا نخدم فترة معينة نلم طرف فلوس نمشي نصرفهم بعد شيخ بيهم وبعد نرجع
عالة على للأسف معناها عالة على عائلتي وعالة على المجتمع، ونقعد نخمم كان هاني باش نحرق، هاني باش نخرج، هاني باش نعمل هكايا. ليه؟ أو فما فرص يعني نعرفوا واحنا حتى اللي قاعدين يجيوا من برشا دول من أفريقيا جنوب الصحراء قاعدين يجيوا يخدموا المهن هذوما ومطلوبين. علاش؟ لأنه العاملة من تونس ما يحبوش يخدموا. هذيك هي الصورة، ما هكا ولا صحيح. نعم. احنا يمكن من ضمن الانجازات في المشروع هي تكوين انشاء شبكة المسار المهني في جميع المناطق المشاركة في المشروع. الهدف من الشبكات هذه هو مرافقة الشباب من التوجيه الى خلال حتى فتره تتهنوا عليه معناها، ومن بعد نحاولوا زاده نساندوهم باش يلقاو شغل. هذه من ضمن الانجازات اللي صارت في المشروع. طبعا فما انجازات اخرى اوليه باش نجح المشروع كتحضير البرامج مثلا، اللي هي حاجه ماهيش ظاهره ربما، لانه البرامج اللي لفتره 6 شهور هذيك صار فيها عمل كبير ما بين خبراء المان ومكونين توانسه، مد وجزر حتى نتفقوا على البرنامج. ومن بعد في اقتناء المعدات زاد نفس الشيء، حتى نتفقوا الخبراء الالمان والمكونين توانسه على المعدات اللي تم اقتنائها. وساهمنا كذلك في تكوين مستمر للإطارات الإدارية والبيداغوجية في المراكز التكوين وفي المؤسسات التابعة للوزارة كذلك. سي تري بيان سي شكري. دونك الناس اللي تحب تتصل بكم كيفاش يعملوا، وين يلقاوكم؟ والله تو احنا المشروع ينتهي، الفترة الأولى للمشروع تنتهي في آخر جوان، ولكن ان شاء الله فما امال وانه تجربه التاهيل الجزئي هذه تتواصل. احنا كمؤسسه تكوين في المانيا قمنا بطلب تمديد لفتره ثانيه للمشروع، والطلب هذا مازال تحت الدرس عند السلطات الالمانيه، ولكن فما امكانيات اخرى لمواصله فكره المشروع بامكانيات تونسيه بحته. ان شاء الله مثلا الاطراف، احنا انا حكيت لكم على الاتفاقيه الثلاثيه ما بين وكالة التكوين وكالة التشغيل والجامعة المهنية. يعني فما آليات تمويل عند وكالة التشغيل تسمح بمثل هذه المشاريع في مجالات اقتصادية أخرى. علاش لا في مجال ما نعرفش أنا السياحة أو الفندقية، الإمكانية موجودة، والطلب نفس الشيء من عند المهنيين موجود. فيلزم أنه يصيروا اتفاقيات مماثلة إن شاء الله. وفما إمكانية أخيرة، وأنه تأهيل جزئي هذا يصير إدماجه في منظومة التكوين الأساسي. تري بيان، مهم برشا. انا خلطت على التكوين المهني اللي كان بقدره معناها في البلاد من الابتدائي، ناس تتوجه للتكوين المهني، ونعرف برشا معناها اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي تو مصلي عن يبيع عليهم بمشاريعهم وبشركاتهم وبخدمتهم. شكرا ليك سي شكري قلالي، يعطيك الصحة. شكرا على الاستضافة، يعيشك، نورتنا. دونك مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية. نرجع لكم إن شاء الله مع تجديد المشروع إن شاء الله بإذن الله. خليكم معنا، احنا باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مباشرة مع سون فلتر. أمل عدواني اليوم باش تهزنا لمرة أخرى لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية اللي فعلت هاشتاج ممتاز جدا للترويج لتونس، لصورة تونس وللسياحة في تونس. نعطيكم كل التفاصيل بعد الفاصل.